عليكم. الزمالك ماشي بنور الله، بيدعي ويقول يا رب. ده اللي حصل النهارده. الزمالك اللي بقاله فتره ما شاء الله مع معتمد جمال، هو الفريق ونجومه كلهم مشي يعتبر، فبيلعب شويه ناشئين وشباب زي الفل والله ورد، يعني ما شاء الله اكبر. مدعمين بثلاثة أربعة لسه باقيين من الحرس القديم، شوية شوية مش قديم أوي شوية. اللي تشوف الماتش النهارده تقول الزمالك بيلعب ماتش جامد جدا في الشوط الأول. الشوط الثاني فايز 2-0، يعني إن بدأ يهدي وبدأت الكرة تروح منه، خلاص مطمن للنتيجة. هوب في آخر 7 دقايق يدخل في الماتش، دخل فيه جون واتطرد منه الحارس، والماتش اتكهرب وتحس انه خلاص باقي لهم جون واحد ويطلعوا من البطولة لو جابوا الفريق اللي ما حدش عارفه ده اصلا يعني. المهم حاجة غريبة جدا، سبحانك يا رب يعني. تحس ان الزمالك فعلا ماشي بنور الله. انا كان ليا واحد اعرفه، كان دايما يسافر بالليل، عربيته كانت عربية اي كلام كده يعني، وكانت الانوار بتاعتها مطفيه والطريق ضلمه خالص، فكان بيحط اسطوانات بتاعت اللي هي زي السي دي بتاعت الكمبيوتر العكسه دي، فكانت تنور اي حد يخبط فيها يشوف الاسطوانات دي. فكان بيفضل ماشي هو طول ما هو ماشي يدعي يقول ماشي بنور الله، اندى واقول يا رب، ادعي واقول يا رب. فهو بقى الزمالك كده، الزمالك حالته صعبه، ايقاف قيد، مشاكل كتير، لعيبه لو اتصابت ما تعرفش تجيب لاعب تاني زيه، وعنده لعيبه مصابه. المهم بس سبحانك يا رب ماشي في نور الله، والحكايه ماشيه الحمد لله، اشكرك يا رب ماشيه معاه، وبيقدم مباريات جميله. ناس انتقدت النهارده الاداء، بس والله انا اللي شايفه في ظل الظروف دي انه يكسب دي معجزه، انه يعدي ويوصل للدور قبل النهائي في الكونفدراليه دي معجزه تانية. كل الفرق المصريه خسرت وهو ما شاء الله اللي مكمل في البطولات الافريقيه. انا اتوقع ان شاء الله ان الزمالك يوصل للمستوى، يعني المباراه الفاينل باذن الله. وكمان الوداد طلع وريحوا، يعني طلع من الموضوع، بس يعدي الجزائر الماتش جاي، الماتش الجزائر برضو تقريبا هيلعب، ما اعرفش مع المولوديه الجزائري، ماتش فيه ماتش جامد يعني، هيواجهه. لو عداه باذن الله باذن الله باذن الله الزمالك هياخد البطوله دي، وده اللي نتوقعه باذن الله، وندعي ونقول يا رب ماشي بنور الله، ادعي واقول يا رب. يا رب الف مبروك للزمالك. سلام عليكم، تابعوني محمد ابو فرح.